السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر، أكيد إن شاء الله هتطلعوا منه بمعلومة. النهاردة الفيديو عندنا كبير وفيه حاجات كتير قوي. طلعت كده الفراخ تفك من الفريزر، حطيتها على طول في محلول النقع وقلت تفك تاخد وقتها بقى، اللي هو معلقة ملح ومعلقة سكر وليمونة كده بعصرها وبحط القشر بتاعها. وطلعت حاجة المحشي، بس قلت اعمل فطار كده علشان خاطر اليوم النهارده عندنا زحمة وفي حاجات كتير قوي، البيت كله تقريبا هيتنضف، فقلت كده ابدأ بدري بدري. كانت الفرخة فكت بسلام الحمد لله، فعملت لها التتبيله بتاعتها بصله وليمونه وملح وفلفل اسود بس، ما بحطش حاجه اكتر من كده. الطعم بتاعها بيبقى حلو قوي، دي بس حطيت عليها فلفل اخضر. دخلت اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين كده، هي مطربه علشان خاطر زي ما بقول لكم انا جنب الدائري، ف وفي دور عالي كمان، فالدنيا بتلم تراب على طول، والشباك ده انا ما بقفلوش علشان الحر وكده. فكنت محتاجه بقى ان انا اغير الملايه، وقلت بقى احط حاجه كده مبهجه من الوان الصيف، فحطيت الملايه دي ولمعت الخشب. وبعد ما فرشت وعملت كل حاجه، قام الجزء اللي جنب التلاجة في السجادة ده اتدلق عليه جبنة قديمة، فما اقولكوش بقى ريحة الشقة كانت تضرب تقلب. فاتصلت على الدراي كلين يجوا ياخدوا السجادة، ولسه محدش جه لحد دلوقتي للأسف. زي ما قلت لكم كده، دي انا كنت عملتها قبل كده، وكان اليوم ده يعني حرفيا خديجة كانت مسهراني لحد الساعة 3:30. فقلت بقى ما بديهاش، انا مش عاجبني شكل المراية اصلا، فكنت حطيت الليد ده حواليها، ففكيتها كده وبدأت احط الخيط ده حواليها. ولكن الشمع خلص مني للأسف، فما كنتش لحقت كملت، فحطيتها كده مبدئيا، والدنيا عندي كانت تضرب تقلب زي ما انتوا شايفين كده، مفيش حاجة في مكانها. وطبعا مكان التبصيم من ايدي والشمع اللي كل شوية اعمله، فكان لازق في المراية، فكانت عايزة تتنضف. ولكن شكلها كده بقى احسن كتير قوي، وعلى الطبيعة كمان حلوة قوي قوي يعني. بس الورد كده حطيته مؤقتا لحد ما اجيب شمع والزقه كويس، ولسه هحط حاجات تانية يعني. فقلت كده مبدئيا هي شكلها كده احسن من الاول بكتير. فالدنيا عندي كانت خلاص بقى يعني، مش هينفع بقى اشغل المكنسة شفط ولا هينفع ألمع، لازم اشيل بقى وانضف من اول وجديد. فنضفت كده يعني شايفين لسه في تبصيم ولسه في مكان الشمع في المراية، بس هتنضف يعني مرة في مرة. انا الجزء ده في الريسبشن عايزه اعمل فيه شوية تعديلات، بحاول ان انا اخرها على قد ما اقدر لدخلة الشتاء، علشان خاطر عندنا شوية تعديلات في الديكور كتير بقى. وفي طبعا انا جايبه كفرات الانتريه والسفره، يعني حطيتها في اخر الشتاء، كنت لسه ما بداتش على القناه، يعتبر اول فيديو ليا عملته هو كنت بخلع الكفرات وهسيب الانتريه بلونه يعني. فلسه بقى محتاجه شويه ديكورات ومحتاجه شويه تعديلات في الجزء اللي هو فيه الساعه ده. زي ما قلت لكم كده الفيديو اللي فات، ان انا بدات اجيب كل يوم اغسل مشايه، سجاده من السجادات الصغيره دي، وسايبه الحاجات الكبيره بقى اوديها الدراي كلين، او عند جارتي فوق ما شاء الله المساحه كبيره يعني، فممكن اجيب حد يعملهم لي في البيت، علشان برضو يبقى قدام عيني بينضفهم لي كويس، علشان خاطر يعني اتعاملت مع اربع دراي كلين في المنطقه اللي انا فيها هنا. بصراحة كل واحدة بيبقى فيها عيب، اللي يعمل مثلا سجادة في الأول حلو وبعد كده يعمل التانية وحشة، فلسه ما قررتش بصراحة يعني. كده هنا كده كنت عملت الخلطة بتاعة المحشي، ولقيت نفسي بصراحة مش قادرة أقف، والمجهود اللي بيتعمل في الشقة، ومش عارفة ايه اللي خلاني اعمل اكل، واكل بياخد وقت في نفس اليوم اللي هعمل فيه تنظيفات. فاخدتهم كده وطلعت على السفرة، وكنت الحمد لله خلصت. ودول شوية الرز اللي فاضوا بحطهم في الفريزر عادي، بس يعني ما باخرش عليهم اكتر من اسبوعين علشان ما يبوظوش. هنا كده كنت عملت عصير ليمون بالنعناع، وحطيت عليه السيرب بتاع النعناع بتاع فيتراك، وقلت اشرب كده لحد الاكل ما يستوي. وهنا كانت الفرخه اتحمرت، وعايزه اقول لكم بقى ريحه البصل بالفلفل شايفين اصلا شكله عامل ازاي، ما شاء الله حلوه قوي بقى. اما بتديكوا بقى النكهه بتاعت الفراخ مع البصل حلوه يعني، ارحم من الاضافات الكتير اللي بتتحط. والمحشي زي ما انتم شايفين مفلفل وزي القمر، كان اللهم بارك الغدا حلو قوي. فطرنا قصدي سوري اتغدينا كده، وعملت كوبايتين شاي بنعناع فريش كده بقى، وقلت اروح افتح كلام مع الحاج صاحب البيت علشان خاطر الاير فراير. ادعولي بجد، لان والله العظيم انا حاسه ان انا هيحصل لي حاجه. للاسف جيت اجيب الاير فراير اللي انا عايزاها،
من محل، هو حد يعني صاحب جوزي وكده، فقال له ان اللي انا كنت عايزاها دي خلصت، وفي واحده تانية مش عارفه هي حلوه ولا وحشه، بس انا اتخضيت من سعرها لما لقيتها مش عارف 1300 او حاجه زي كده، فقلت له لا بلاش. يعني الاجهزه الكهربائيه اصلا انا بخاف اجيب حاجه فيها ما مش معروفه او محدش جربها قبلي يعني. فهنا كده كنت كمان شطبت المطبخ بعد الغداء، اللهم لك الحمد. وعايزه اقول لكم الكوسترات دي حلوه قوي، بس للاسف الجزء الابيض ده بدا يلقط لون، حتى مهما اغسل بالسلكه وانضف فالدنيا مش الطف حاجه يعني. وهنا كده كنت فرشت سجادة المطبخ بعد ما غسلتها، قلت بقى اغسلها غسله تانية قبل دخلة الشتاء، وبما اني كده كده يعني الريسبشن هقلبه كله على بيجات وبنيات، والسيراميك بتاع المطبخ بيج، فالسجاده التانية بتاعت المطبخ هتكون حلوه البيج يعني. هنا كده كنت غسلت ونشرت. عايزه اقول لكم فعلا اليوم ما شاء الله كان طويل قوي، بس مثمر اني بقيت خلاص بصحى بعد الفجر على طول. هنا دي حبيت اوريكم بقى مشترياتي من المنظفات. دي الحاجات اللي قد تكون اساسيه، مش هقول لكم كل شهر، بس هو قبل ما بتخلص بحب اجيبها. الكلور، الكلور او كلوركس الوان على حسب. ان انا بقيت اوفر فيه بند المنظفات جامد يعني. بصوا انا جربت صابون سائل كتير شايني، وجربت نوع كده من بيم كنت لسه موريه لكم. الاتنين كيلو كانوا ب50 جنيه، فانا جايبه الفيبه دي 4 كيلو عامله 100 جنيه، فيعني ارخص واوفر طبعا واحلى لكم بقى. الفوط بتاعتي كلها بدات تقدم، زي ما هوريكم كده منظر الفوطه، فبدات اجدد في الفوط. وعايزه اقول لكم بتاع اللي جنب جردل الفيبه ده شاور جل 2 لتر عامل 50 جنيه. فانتم متخيلين ازازه الهاند ووش بتبقى نص كيلو اللي هي 500 مللي يعني، وبتبقى عامله 30 جنيه 35 جنيه في عرض. فعلى ايه دي هتعمل 4 مرات وعامله 50 جنيه، اللي هو المره اصلا مش واقفه مثلا ب 15 جنيه، أقل يعني اقل من 15 جنيه. فبجيب دلوقتي الشاور جل اي نوع بقى بستخدمه ليه بدل الهاند ووش، وبيوفر معايا بامانه. وطبعا اكياس الزباله ما بقتش اجيبها خالص، بقيت اعتمد بقى الاكياس اللي بنشتري فيها طلبات البيت وكده، لان احنا كده كده بنرمي الزباله كل يوم، فمش محتاجه طبعا يعني ما بيبقاش عندنا كميات كبيره، فالشنط بتاعه المشتريات بتبقى سهله يعني وبتلمها وكده. هنا كنت دخلت كده على الحمام اعزكم الله، وطبعا زي ما قلت لكم ان انا بغسل الحوض وبغسل القعده وكده، وبسيبهم لمده نص ساعه علشان خاطر لو في بكتيريا او اي ميكروبات. انا بغسل بالكلوريكس الوان مره، بالبريكس مره بالكلور، يعني بنوع في الاستخدام وكده. فكده كمان كان الحمام اللهم بارك خلص، وكان الدور بقى على غرفه النوم. هي كانت اخر حاجه كنت مخليها اخر حاجه، وبصراحه هي اصلا كانت حالتها صعبه زي ما انتم شايفين كده. المشايات بتاعت غرفه النوم كنت غسلتها، زي ما قلت لكم كده ان انا كل يوم كنت باخد مثلا مشايتين وسجاده مثلا كبيره شويه، علشان خاطر طبعا انا لحد دلوقتي مش عارفه يعني هعمل ايه، هودي الدراي كلين ولا هجيب ست تعملهم لي في البيت يعني، علشان ابقى شايفه بتنضفهم قدام عيني ولا ايه. هما الاتنين تقريبا هيبقوا نفس التكلفه، ولكن طبعا انا هبقى شايفه الحاجه قدام عيني. هنا كده بوريكم في الطرق ان انا شلت التربو اللي كان في الاول ده، لان خديجه كانت كل فتره كده توقعه على نفسها يعني. والجزء ده طبعا انا خدت الديكورات اللي فيه، فهو محتاج تجديد بتاع الطرقه، ان شاء الله نعملها مع بعض الفتره الجايه. هنا كده بقى دخلت على غرفه النوم، مسحت الخشب ولمعت الازاز. وعايزه اقول لكم ان هو مش عارفه بقى بيبقى عليه، مش عارفه العيب مثلا من الفوط اللي انا بستخدمها ولا ايه. فقلت يعني هجدد الفوط بتاعتي ان شاء الله مره في مره كده. فهنا كده كنت مسحت الارضيه وسبت الدنيا تتهوى، شغلت المروحه وفرشت السرير، فكان بس فاضل لي على فرش السجاد وهخلص الكام حاجه كده. وهنا اللهم لك الحمد كده غرفه النوم كانت خلصت كمان. عايزه اقول لكم ما شاء الله اليوم فعلا اللي بتصحوا فيه بدري، الصحيان الفجر ده والله العظيم فعلا نعمه، يعني بتنضفوا وبتعملوا وكل حاجه. واليوم انا عايزه اقول لكم كان مرهق بقى، لان انا زي ما قلت لكم خديجه كانت صاحيه حرفيا لحد الساعه 4، يعني ما كانتش راضيه تنام خالص. فاليوم ده انا شبه ما نمتش، لان كنت بين الاكل المحشي وبين تنظيف الشقه كلها. فعارفين الباور اللي بيجي لكم مره واحده وبعد كده تقعدوا تصرخوا بعدها يومين ثلاثه، انا ده كان حالي اليوم دوت. فاللهم لك الحمد كده كنت خلصت غرفه النوم، ورجعت كده على غرفه الاطفال علشان افرش المشايه. وطبعا عايزه اقول لكم ان السجاده اللي قلت لكم واقع عليها البرطمان بتاع الجبنه القديمه ده، كانت ريحته مخليه الشقه كلها مفحفحه. فلميتها كده واتصلت على الدراي كلين يجوا ياخدوها دي بسرعه. وفرشت السجاده اللي انا كنت حطاها تحت السفره كده،
والحمد لله كانت الشقة كلها عندي زي الفل. رشيت المعطر بقى وقلت خلاص اخرج اروق على نفسي كده، لان اليوم بصراحة كان مرهق جدا. فعملت كوباية كده ليمون بالنعناع، شوفوا بس الفوم بتاعه وشوفوا شكلها عامل ازاي. فالفيديو بتاع النهاردة كده يكون خلص لحد هنا، اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.